بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا جماعة قبل ما ندخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بالمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهارده اكلم حضراتكم على احداث مباراة الزمالك والاهلي اللي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف. طبعا انا في الاول بنبارك لاخواتنا الزملكاويه، انا بقول لي يا مباراه، بس الفكره كلها اللي هتلاقي ناس كده بدأت تتكلم في حتة إن الزمالك خد بطولات وهو الكلام ده كله. مباراة في المجمل مباراة كانت كويسة، مش عايزين بس يعني الناس تمشي في سكة البلح المقمعة، لأن هي لسه الموضوع لسه بدري. اللعيبة اللي انتدبها نادي الزمالك الفكرة كلها والدعم اللي أنا خلاني أطلع أتكلم في الفيديو هو لعيب واحد في الماتش، مش ناصر ماهر ولا عبد الله السعيد ولا أحمد حمدي ولا حتى سيف الدين الجزيري اللي أحرز الهدفين. هطلع النهارده بتكلم عن لاعب محمد شحاته اللي هو بيلعب في مركز سته. انتظروا اسم محمد شحاته ده في الكره المصريه الفتره اللي جايه. محمد شحاته لاعب كبير، عنده باور غير طبيعي في المكان رقم سته ده، بيقطع وبيسلم صح. الفتره اللي هو نزلها يمكن الناس كانت يعني بتبص للماتش عايزه الماتش يخلص عشان الزمالك يكسب والكلام ده كله، بس محمد شحاته صمام امان بجد. يعني اهم لاعب انتدبه الزمالك هو محمد شحاته، لاعب كبير هيفرق مع الزمالك في مركز سته ده. بعد يعني دي حاجه كده من ريحه الكابتن تامر عبد الحميد ومحمد شوقي واللعيبه الكبيره اللي بقت في المكان ده. نتمنى ان نشوف الزمالك يبقى فيه نشوه وطفره كده على طول، ويبقى ند قوي للنادي الاهلي، ويبقى فيه يعني ماتشات قويه، يقدر الزمالك يعني ياخد بطوله واثنين ويبقى يعني زي الاول في بطولات افريقيا، يعني يقدر ان هو يخبط جامد زي الاول والكلام ده كله. الف مبروك للزمالك، ونقول هارد لك للنادي الاهلي في اخطاء في خط ظهر النادي الاهلي ارتكبها النهارده محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. بس الفكره كلها ان الغلطات ديت بقى لها فتره وغلطات كارثيه، نتمنى ان الغلطات ديت تنتهي. يعني محمد عبد المنعم ورامي ربيعه بيلعبوا في منتخب مصر والمفروض ان الحاجات دي ما تحصلش من المدافعين ديت، يعني او قدر المستطاع تبقى قليله. بس هو في مجمل المباراه الزمالك كسب، نقول مبروك لنادي الزمالك. النهارده شفنا يعني اداء في نص ملعب الزمالك كانت حاجه كويسه، خصوصا اللعيبه اللي بتعرف تمسك كره وتنقلها زي عبد الله السعيد وزي احمد حمدي وناصر ماهر. عايز اشيد برضه باللاعب متوبه، اللاعب اللي الزمالك برضه انا بقول اللاعب ده تحركاته كتير، يمكن الكره بس قليله شويه بس تحركاته كلها يعني لصالح نادي الزمالك، بيتحرك كتير، بيقدر يفضل نفسه مساحات وبيقدر يستلم. نتمنى ان يكون هو صفقه قويه برضه لنادي الزمالك. نتمنى اللعيبه اللي ما خدتش فرصه تكون قد المسؤوليه الفتره اللي جايه. مباراه في المجمل مباراه كويسه يعني من الطرفين. نتمنى عوده اللعيبه اللي هي ما لعبتش، اللعيبه المصابه في اقرب وقت، ويكون لهم اضافه مع انديتهم. احنا بنقول يعني احنا نفسنا نشوف لعيبه كتير زي محمد شحاته وناصر ماهر، والناس دي تقفل على نفسها شويه وبلاش العقليه اللي هي يعني متذبذبه شويه ديت، عشان اللعيبه دي تبقى فضل منتخب مصر. دي الحاجه اللي احنا نقدر نوضحها للناس. الف مبروك لنادي الزمالك. يعني عايزين الناس تفرح بس ما تبالغش بالفرحه، لان ده ماتش بثلاثه بونت وما هوش بطوله. الزمالك كان ما خدهاش بقاله فتره ماتش يعني، ده لسه في دور ثاني والكلام ده كله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى فيه طفره في الكره المصريه واللعيبه تقدر تقف على رجلها وتقدر تفيد الكلام ده كله. الف مليون مبروك للزمالك، الف مليون مبروك للزمالك، ارض لجنه النادي الاهلي. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش حضراتكم تدعموني بالمشاركه على قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر، وتحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.